عاملين ايه يا احفادي؟ الحمد لله جدو. المرة اللي فاتت واللي قبلها حكيت لكم قصة سيدنا آدم وإزاي إبليس غواه ونزله من الجنة للأرض. وبعد كده إبليس عرف إن سيدنا آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام عرف إن إبليس مخادع، وعشان كده راح وسوس لمين؟ لأولاد سيدنا آدم، وسوس لقابيل وخلاه يقتل هابيل. بعد كده كان في ابن تاني من سيدنا آدم اسمه شيث. سيدنا آدم علمه من علمه الواسع، وعلمه ازاي كل حاجة علمها له ربنا سبحانه وتعالى. علمه كل الطيبات، وعلمه العبادات، وعلمه الصح من الغلط. وسيدنا شيث عليه السلام حكم الأرض بعلم سيدنا آدم فترة كبيرة، كان هو نبي على ملة سيدنا آدم. بس ما كناش نعرف هل دي رواية صحيحة ولا لأ، لأن ما سيدنا شيث عليه السلام لم يرد في ذكره في القرآن ولا في السنة، إنما ورد ذكره فين؟ في الإسرائيليات اللي هي الشرائع اللي قبلنا، شرائع بني إسرائيل. ودي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ولا نكذبها ولا نصدقها إلا لو في حاجة من ديننا بتكذبها أو بتصدقها، ساعتها اللي ناخد من ديننا واللي هي مختلفة عن ديننا نعمل إيه؟ ما نصدقهاش. صح يا سلوم، صح يا سماسم. أما بقى بعد سيدنا الشيث عليه السلام جه مين؟ سيدنا إدريس عليه السلام عليه الصلاة والسلام. ودي قصتنا النهاردة بإذن الله. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلاش الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. بعد سيدنا شيث عليه السلام جه مين؟ سيدنا إدريس. سيدنا شيث شين يه فه يبقى ايه؟ شيث. جه سيدنا إدريس عليه السلام. كان سيدنا إدريس يقال إنه ولد في بابل، ويقال إنه ولد في فلسطين المحتلة حاليا، ربنا يفك أسره. ولد في بابل اللي هي ايه؟ العراق حاليا، جنوب العراق. عارفين العراق؟ هو ولد في العراق. بعد ما ولد في العراق وربنا أوحى إليه بالنبوة، جه يعلم الناس، في منهم اللي رضوا وفي منهم اللي كفروا. فقال لربنا سبحانه وتعالى إنه عاوز يروح مكان تاني علشان يدعو إلى عبادة الله الواحد. ربنا أوحى إليه إنه يروح فين؟ مصر. أوحى إليه إنه يروح مصر. بعد ما سيدنا إدريس راح مصر كان فيه هناك ناس كتير، وكان فيه هناك نهر النيل الكبير. بعد كده سيدنا إدريس في وقته كان حكيم وكان عالم كبير بعلوم الدين وبعلوم الدنيا، فكان في وقته أكتر من 70 لغة، يقال إنها أكتر من 70 لغة. وسيدنا إدريس عليه السلام عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم كلهم، وبيعرف يتكلم بكل اللغات اللي موجودة في الوقت ده. ويقال أيضا إنه أول من كتب بالقلم، وأول من علم الناس خياطة الملابس. طب الناس كانت بتلبس إيه قبليها؟ كانت بتلبس الجلد. كانت بتلبس إيه يا سلمى؟ الجلد. أيوة، ربنا سبحانه جلد الحيوانات يا حبيبي. كانوا لما بيذبحوا حيوانات عشان ياكلوها كانوا بياخدوا جلودها ويعملوها ملابس ويلبسوها.
ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى على سيدنا إدريس؟ واذكر عيب واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. يعني ايه صديق؟ في فرق بين صادق وصديق وصدوق. الصادق هو الذي لا يتحدث بالكذب، يعني لقى موقف يقوله. انا هسألكوا في الحاجات دي على فكرة، خلي بالكوا. الصادق هو الذي لا يتحدث بالكذب. الصدوق هو فعل مبالغة على وزن صادق. يعني الصادق اللي بيبقى مبالغ في الصدق وبيبقى متشدد جدا في الصدق بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه صدوق. ما اللي ايه صديق؟ الصديق هو الذي يصدق الحق. زي مين في ديننا وفي شريعتنا من الصحابة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان كل ما يسمع أي حاجة حق اتقالت عن سيدنا محمد يقول إيه؟ إن كان قال فقد صدق، فهو بيصدق الحق كله. فالصديق هو إيه؟ هو اللي بيصدق كل حاجة بتتقاله من الحق. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه على سيدنا إدريس؟ إنه كان صديقا نبيا. كان حكيم وصديق، أول ما يعرف الحق يصدقه. بعد كده علشان كان سيدنا إدريس مجتهد جدا في الدعوة إلى الله، كان بيعرف لغات كتير وعلم الناس الكتابة والخياطة وعلم الناس حاجات كتير وعلمهم الدعوة لربنا سبحانه وتعالى. ربنا ازاي عمل معاه ايه بقى؟ كرمه وقال ايه؟ ورفعناه مكانا عليا. يقال ان سيدنا إدريس لما جه موعد وفاته ربنا سبحانه وتعالى ارسل له ملك من السماء واخده ورفعه لحد السماء الرابعة وقبض هناك. احنا في 7 سماوات، والدليل على كده في ليلة الإسراء والمعراج سيدنا محمد لما أسري به إلى السماء لقى سيدنا إدريس في السماء الكام؟ الرابعة. ويقال أيضا من العلماء إن هو لم يرفع بجسده ولكن رفع بمكانته، يعني مكانته عند الله ربنا رفعه مكانا عليه. كل الحاجات دي الله أعلم إيه صحتها، بس إيه الصح اللي واثقين منه؟ إن ربنا رفعه بجسده أو رفعه بمكانته، الله أعلم. أنا دلوقتي قلت لكم قصة سيدنا إدريس عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وقلت لكم معنى صديق ومين اللي علم الناس الخياطة والكتابة ومين اللي علمهم الدعوة إلى الله، وسيدنا إدريس إزاي رفع إلى السماء. مين بقى اللي عنده سؤال؟ قولي يا ملك. اسمه ده قولي يا سلمى. نحن نصدق اي كلام ربنا بيقوله لنا ونسمع كلام ربنا وما نسمعش كلام الشيطان. ماشي يا حبيبي. طب مين اللي علم الناس الخياطة؟ قولي يا ماز. سيدنا إدريس عليه السلام. مين علمهم الكتابة؟ سيدنا قولي يا حمد. سيدنا إدريس عليه السلام. انا قلت ادريس إدريس عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. المرة اللي جاية بإذن الله هحكي لكم قصة نوح عليه السلام. عليه الصلاة. قول يا حبيبي عاوز ايه؟ اللي احنا ما نكذبش. صح يا حبيبي، ما نكذبش. وتعلمنا اللي احنا نسمع كلام ربنا، الكلام اللي يهون. صح يا حبيبتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يلا يا حبايبي، بس قبل ما تمشوا هاتيلي البونبونيرة. يلا يا حبايبي، كل واحد ياخد له واحدة، بس دورك.
يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، يلا يا بابا، شكرا يا جد. يلا يا حبايبي، يلا سلام.